بيتعلموا ازاي يعملوا بروجرامنج عشان كل حاجه تبقى اوتوميتد من الاول النقله ما بين مرحله لمرحله. هو هنا بيحصل تصنيع للبرودكتس بيحصل لها بنسميها سورتنج على حسب الالوان. دي حاجه مشهوره في خطوط الانتاج، هم بيتعلموا ازاي يعملوا البرمجه بتاعتها والنتوركينج ما بين الاجزاء بتاعتها. انا بقدر منه اطبع حاجات زي كده، ممكن اطبع دي حاجه مطبوعه مره واحده اوريدي اسمبلت في بعض، يعني مكونه من كذا حاجه مع بعض. الروبوت ده الطلبه اللي عاملاه صح كده؟ هم اللي عاملين له الاسامبلي كل حاجه كنترول تصميم ميكانيكي، كل حاجه كلها متظبطه يعني. بس ده بقدر اعمل منه اشكال كتير كبروتوتايب، ممكن اعمل حاجات اسمبلي زي كده. ده بيمثل ازاي الانسان يحقق التوازن، فبيحاولوا برضو من خلال التكنولوجيا والدراسات ان هم يوصلوا لايه اللي بيحصل في الحركه، لان احنا لما بنرفع رجل وبننزل الثانيه بنبقى واقفين على واحده، فدي كلها برضو عشان الشخص الطرف الصناعي يبقى مؤهل بشكل يعني شبه اكنه طرف حقيقي. فكل ما هم بيتعمقوا اكتر كل ما بيدوا اليوزر اللي هو المستخدم احساس اكتر ان هو شخص طبيعي. ممكن تستعمل كمان في الماركتنج، ان هو بدل ما انتج حاجات انا مش عارف ان اليوزر مش عاجباه، انا اشوف ممكن ايه الانترست بتاعته، وهو فور اكزامبل لو عمل داون على فستان كل حاجه ادجستبل، يعني حتى الحاجات لو انا عملت داون على فستان، لو عملت مثلا ممكن ازوم ان او زوم اوت، حاجه بسيطه جدا. ممكن اعمل ديسلايك على الفستان اللي انا عايزه يختفي، او مثلا الفستان اللي على اليمين ده بحركه بسيطه من اليمين اللي ده اليمين ممكن اعمل عليه لايك فيظهر. برضو لو انا عايز مثلا ازوم على الفستان عشان اشوف ديتيلز عليه وممكن الفه، بس دي حاجه لسه هنا. في حاجات كتير قوي ممكن نعملها عامه جاست بالهاندز وكاميرا. ده احسن حاجه فيه ان هو تشيب سستينبل، بيوصل الفكره ونقدر نعمل بيه مليون حاجه. مشروع اختلاط بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي. العالم الافتراضي فقط صديقي عبد الرحمن جون هيشرحه. انت دلوقتي ممكن تشوف اللايرز المختلفه في الدماغ، تشيل السكين وتشوف اللايرز اللي ورا، تشيل السكال، وده ممكن يدرب دلوقتي الجراحين اكتر على الدماغ بحيث انهم يشوفوا تفاصيل اكتر من جوه من غير ما يبداوا يخشوا في العمليه ذات نفسها. فيبدا يشوف التفاصيل، وحتى لو حضرتك تشوفوا هو فاتح تحت قاعد يتفرج على الدماغ عامله ازاي والتفاصيل اللي فيها، والعيان زي ما هو بالظبط هو مبسوط قوي هو شايف التفاصيل. العيان ممكن يشيل طبقه دماغ العيان بس مش عارف ممكن يشيل طبقه، يحط طبقه، يشوف اللايرز المختلفه، الطبقات المختلفه بتاعت الدماغ بتاعت الانسان. فدلوقتي ده ممكن يستخدم في التعليم، بحيث ان دلوقتي اللي بيدرس في المدرسه هيبدا يشوف الحاجات دي يعني زي ما يكون في اوضه عمليات، وممكن غير كده كمان. فممكن الجراحين ذات نفسهم يبداوا يتدربوا على كده قبل ما يخشوا اوضه العمليه نفسها.